بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير معلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. ازيكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير. النهارده معادنا مع حلقة جديدة من كورس بايثون، وهنبدأ نفهم مع بعض أهم المفاهيم البرمجية ألا وهي الفاريبلز. الحلقة دي يا شباب بقى يعني تعتبر من أهم الحلقات، لأن أي كود في المستقبل هيتبنى على فكرة المتغيرات. يعني لو فهمت الدرس ده كويس دي هتكون ماشية صح جدا بإذن الله. المتغيرات أو بالإنجليزي ال variables دي حاجة بتقابلنا حرفيا في كل لغة برمجة. بايثون دايما بتخليها سهلة وبسيطة جدا زي ما نشوف. أول حاجة نتكلم عن إيه هو أصلا ال variable. إيه ال variable؟ طيب يا شباب، المتغير أو الفاريبل ببساطة كده هو الصندوق اللي بنخزن فيه معلومة عشان تستخدمها بعد كده. المتغير أو الفاريبل ممكن نخزن فيه رقم، قيمة، قيمة عملية حسابية يعني، أو كلمة حتى، أو أي حاجة حرفيا. أي حاجة، أي فاليو تيجي على بالك هو الفاريبل دوت بتخزن فيه، ودي وظيفته. المتغير بيكون ليه اسم كده نيم، واللي بعد الإيكوال دوت اسمه الفاليو. تمام، ده كده ترتيب تكوين المتغير. خلينا أدي مثال بسيط. لو مثلا عندي موظف أو طالب أو anyways واحد اسمه أحمد، سجل النيم بتاعه أحمد، وأحمد دوت عنده مثلا عمره 27 سنة. كده أنا سجلت بني آدم اسمه أحمد، بس طبعا في ايرور عرفناه من السيشنات اللي فاتت من أنواع السترينجز. إن السترينج مش زي النمبر بيتحط كده، أما السترينج عشان يتعمل صح لازم تحطه وسط دبل كوتيشنز عشان زي ما انتم شايفين يبقى شكله شكل السترينج. تمام، كده احنا انشأنا متغير اسمه name اللي بيخزن جواه القيمة اللي اسمها value، وكمان انشأنا متغير تاني اسمه الage اللي بيسجل جواه قيمة اللي هي 27، ألا وهي مثلا عمر أحمد في الحالة دي. تمام، ليه احنا أصلا بنستخدم المتغيرات وليه هنعمل الفيديو دوت من الأساس؟ المتغير بنستخدمه بكل بساطة يعني عشان الكود يبقى منظم بس كده. انت بتقدر تستخدم الفاريبل دوت اكتر من مكان حرفيا. يعني مثلا لو عندي موظف اسمه احمد وانا مستخدمه في اكتر من مكان عندي في المشروع بتاعي، واحمد دوت هو احتجت في مره ان اغير اسمه. تخيلوا ان انا كل مره هعدي على احمد واغير اسم لعلي علي مثلا، فاهمين؟ اما هنا انا سجلت متغير اسمه نيم جواه احمد مره واحده. لما اجي استخدم احمد ديت هسجل النيم مكانها، ولو احتجت بعد كده اغير قيمة احمد باجي هنا، اللي باجي على الفاليو اللي هي بتاعت النيم، والنيم بيغيره اوتوماتيك على كل الصفحة بتاعتنا زي ما نشوف في الامثلة العملية الجاية. مثلا دلوقتي عندي مثال. لو بسجل مرتب احمد دوت مثلا، اسجل السالري بتاعه مثلا بيساوي 5000. طبعا مش هنحط الدبل كوتيشنز عشان دوت. وعايز احسب الضريبة بتاعت المرتب بتاع احمد، هكتب التاكس بيكوال مثلا 2/10 مثلا من مرتب أحمد. بعد كده عايز أكتب المرتب بتاع الضريبة سوري بتاعت مرتب بتاعت أحمد، أكتب برنت. اكتب له أول التاكس الضريبة إز كده. وبعدين بعد ما أكتب الضريبة ابعت لي بقى التاكس. أو إحنا مثلا بدل ما عشان نختصر على نفسنا نلغي الكلام ده ثواني، ممكن أنا أكتب له السالري تاكس بتساوي البي بي تي كل السالري في 2/10. السالري احنا كاتبينها غلط. اوكي، احنا كاتبين السالري غلط. يبقى احنا قلنا له سجل علينا ان التاكس دوت بيساوي 2/10 في السالري. بعدين انزل لي في السطر اللي بعده واكتب لي ان التاكس بتاعت احمد لازم الكومة ديت، واكتب لي التاكس. ماشي، التاكس بيساوي قيمة الفاريبل بتاع التاكس، والفاريبل بتاع التاكس اللي هو السالري
في 2/10، ونروح ندوس run. زي ما تشوفوا في 1000 التاكس مرتب، تاكس ب1000 جنيه. تمام. الفاريبل يا شباب ما بيتكتبش عشوائي، يعني في قواعد لكتابة الفاريبلز والرولز. القواعد دي مهمة جدا، خلي بالك عشان ما تقعش فيها في الشغل العملي وتفضل محتاس الايرور جاي منين. أول حاجة الفاريبل بتاعي لازم يبدأ يا إما بستارتس with، يا إما حرف، يا إما later يا إما الأندرسكور التعديل عارفينها. وال ما ينفعش يبدأ ب don't start with numbers. ما ينفعش يبدأ متغير الفاريبل بتاعك أبدا أبدا بنمبر، زي ما نشوف في المثال العملي وأوريكم الإيرور اللي هيطلع لنا بالظبط. تاني حاجة don't use السبيسز. ولما عايز اقول لكم بس بره الرولز ديت، انت لما بتيجي تسجل الفاريبل مثلا ان انا سجلت السالري باس سمول، ما ينفعش تحت هنا اجي اكتب اس كابيتال. تمام، لان بايثون بتميز الحاجات دي من بعض. زي ما انتوا شايفين ما طلع لي ايرور وعمل لي خط اصفر تحت كده. ما ينفعش تقول الاتنين واحد، الكابيتال من السمول ما خلفتش كتير. بايثون دايما بتميز بين الحروف الكبيرة والصغيرة. عايز اوريكم امثلة فاريبل صحيحة، بس انا اكتب هنا تاني نيم. خلينا بس نشيل النيم اللي هنا دوت خلاص، وهنزل تحت كده اقول له سجل لي فاريبل اسمه النيم وقيمة الفاريبل دوت عالية. اوكي. تاني حاجة ممكن أعمل بيها الأندرسكور، زي ما قلت ممكن تبدأ بيها أندرسكور نيم بإيكوال محمود. وزي ما قلت لكم بايثون بتميز دايما دي مش زي دي أبدا، دي قيمة ودي قيمة تانية، وممكن تجرب بنفسك ايه اللي هيحصل لو بدلت استخدام الاتنين ببعض. بس كده هنخش على الأمثلة الرونج اللي طلع ايرورز. أمثلة الخطأ اللي طلع ايرورز هي إن احنا قلنا مينفعش يبدأ بنمبرز. don't start with numbers، أنا مينفعش أكتب الاتنين من النيم بيساوي زياد. لا ده غلط، ده هيطلع لي ايرور، ده مش هيطلع لي نتيجة، والكلام ده غلط غلط غلط. اوكي. نرجع. البيانات اللي بتتخزن في الفاريبلز هي البيانات اللي احنا خدناها قبل كده، اللي هي انواع الداتا تايبس. خلينا نراجع بسرعة على انواع البيانات اللي ممكن نخزنها. اول حاجة السترينجز، زي ما اقول النيم، خلينا ناخد دوت هو زي ما اقول ان النيم يساوي علي. تاني حاجة ممكن أخزنها هي الأعداد الصحيحة. ممكن أخزن كده الانتجرز. زي مثلا ما أسجل الإيدج بيساوي 14 مثلا، طبعا في الإيكوال في النص كل ده. كمان بعد الانتجر عندنا الأعداد العشرية أو الفلوت numbers. زي ممكن أسجل إن الهايت بيكوال 1 و 75. كل دوت عادي مطلعليش ايرور، ولو استدعيته تحت وعملت له برنت هيطلع لي نتيجة عادي جدا جدا. وقيم منطقية أو اللي اسمها البوليان بيدينا يا إما نتيجة false يا إما true or false and false. اوكي. مثلا لو نزلت تحت وكتبت مثلا here مثلا أو مثلا found equal true، كده أنا سجلت قيمة الtrue
لا غلط، مسجلتهاش علشان احنا قلنا إن البايثون حساسة في الكابيتال والسمول ليترز، لازم أبدأ بكابيتال عشان تتسجل عندي ترو. تمام. أنا عايز أوريكم برضو فكرة إنك أفهمك أكتر فكرة إن أنت ممكن تغير قيمة الفاريبل في أي وقت. مثلا أنا سجلت الإيج، إحنا سجلنا الإيج فوق، طب ممكن نمسح دوت عشان يبقى عندنا إيج واحد. كده أنا قيمة الإيج عندي ب14 زي ما مكتوب هنا. فين مكتوب هنا أهو. يعني لو كتبت تحت، لو نزلت تحت وقلت له اعمل لي برنت للإيج ودوست رن، يطلع لي إن الإيج برضه 14، اللي هي القيمة المتسجلة فوق عادي جدا. تمام. بس دلوقتي أنا مثلا عايز أقول له لا والله أغير له قيمة الإيج دوت، وخلولي مثلا الواد كبر سنة بقى 15 سنة، اعمل لي برنت للإيج الجديدة. هيطلع لي إن الإيج بقى 15. اوكي. فانت زي ما قلنا دي حاجه استاتيك جدا في حوار انك تغير قيمه الفاريبل، ومنتهى السهوله ممكن تغير عادي ومش هيحصل اي ايرورز او اي لبس ان شاء الله. خلينا نشوف مثال عملي بسيط، وخلينا نكتب برنامج بيحسب مجموع رقمي. خلينا اول حاجه اعمل ان num 1 بيكوال ال 5. اوكي. num 2 بيكوال ال 7، وتحت اقول له السم هو بيساوي مجموع النم 1 بلس النم 2. اوكي. دلوقتي احنا سجلنا قيمة في النم 1، قيمة في النم 2، وسجلنا قيمة في الصم ألا وهي النم 1 بلس النم 2. معنى ذلك إن أنا لو نزلت تحت عملت له برنت للصم اللي هو اطبع لي النم 1 بلس النم 2 وندوس لي رن، هتلاقي ال 12 طلعت اللي هي الخمسة زائد 7 بيساوي 12. اوكي. أقول لكم تحذير قبل ما نخلص. لو كتبت متغير بلغة عربي أو إنجليش، غالبا الكود ممكن يبوظ. خليك دايما مع على الإنجليش في البداية لحد ما تتمرن. وخليني في الآخر أديلكم تمرين بسيط. جرب try to make a variable called country and sign in your country name، وطبعا هتطبعه print and print. اوكي. هتعمل variable اسمه country وهتسجل فيه الدولة بتاعتك وهتعمل له print. خلينا نلخص السيشن بتاعتنا في بوينتس. المتغير صندوق بنخزن فيه المعلومة، لازم تكتب أسماء المتغيرات بطريقة صحيحة زي ما شرحنا، تكتب إيه وما تكتبش إيه، واديتكم أمثلة وأنواع البيانات المختلفة أهيت. تمام. وممكن تجربوا الكلام دوت مع نفسكم. طبعا هيبقى أحسن لو جربتوا مع نفسكم. ولو احتجتوا أي حاجة ابعتولي على الواتس، وابعتولي كمان الحل بتاع التحدي ده الشالنج اوت اللي أنا تحديتكم فيه. ابعتولي واتس، ولو واجهتكم مشكلة إن شاء الله أرد عليكم في وقت. ولو استفدت من الفيديو دوس لايك، اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان توصلك باقي الحلقات أول بأول. وما تنساش تشارك التمرين في الكومنتات تحت أو تبعتلي واتس، هتلاقي الرقم بتاعي في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.